السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدونة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله ناخد درس الرابع عشر في الوورد، وهو التصحيح التلقائي للكتابات داخل المستند. التصحيح التلقائي معناه أنه في حالة إدخال الكلمة إلى المستند بشكل خاطئ، يقوم البرنامج بتصحيح هذه الكتابات أو هذه الكلمات تلقائيا. أي يقوم البرنامج تلقائيا بتصحيح هذه الكلمات. يعني مثلا لو بندخل كلمة مع وغلطنا وضغطنا على الزر الغين بدل من العين، غين بهذا الشكل، بمجرد أن نضغط على مسافة من لوحة المفاتيح اللي هي المسطرة، بنجد أن البرنامج يقوم تلقائيا بتغيير الكلمة مغى إلى مع، يقوم بتصحيح الكلمة تلقائيا. هذه الكلمات التي يقوم البرنامج بتصحيحها موجودة أصلا في المصحح التلقائي. كما يمكن أيضا وضع العديد من الكلمات إلى المصحح التلقائي، وذلك عن طريق ضغط على أدوات ونختار خيارات التصحيح التلقائي، ثم نقوم بوضع الكلمات التي نريد أن نستبدلها في المربع الأول هنا. مثلا نكتب مثلا هذه الجملة كثيرا وهي إدارة التحت التعليمية، فيمكن أن نكتب مثلا كلمة إدارة ليقوم البرنامج باستبدالها تلقائيا إلى جملة إدارة تحت التعليمية مباشرة. هنشوف مثلا نكتب كلمة إدارة ونكتب في الجزء الآخر هنا إدارة تحت تعليمية. نجد تنشيط مفتاح إضافة، نضغط إضافة ثم نضغط موافق. نجد أن البرنامج مجرد كتابة كلمة إدارة ثم الضغط على مفتاح مسافة أو مسطرة من لوحة المفاتيح، نجد أن البرنامج يقوم تلقائيا بكتابة هذه الجملة. يظهر هذا الزر وهو زر خيارات التصحيح التلقائي، وهو به العديد من الاختيارات، فنجد الضغط على السهم يظهر هذه الخيارات. الاختيار الأول هو التغيير إلى كلمة الإدارة، فالضغط على هذا الاختيار نجد أنه يتجاهل هذا التصحيح التلقائي ويثبت الكلمة إدارة فقط، أي اختيار الكلمة التي أدرجناها دون التصحيح التلقائي. إعادة التصحيح التلقائي بيرجع ويصحح زي ما احنا أدخلنا التصحيح، وإيقاف تصحيح إدارة تلقائيا هيقوم بإيقاف التصحيح. كل ما نكتب كلمة إدارة مش هيصححها إلى إدارة تعليمية زي ما هو بيصحح كلمة إدارة إلى إدارة تحت التعليمية. وخيارات التحكم بالتصحيح التلقائي بيقوم بإظهار هذا المربع الحواري وهو تصحيح التلقائي. زي ما يمكن كمان ان احنا نضغط على ادوات ونختار خيارات التصحيح التلقائي. هنا طبعا قلنا ان اظهار ازرار خيارات التصحيح التلقائي ده بيظهر الزر اللي احنا شفناه دلوقتي بجانب الكلمات المصححة تلقائيا للاختيار منه. حرف استهلالي في بداية الجمل. الأول تصحيح حرفين استهلاليين. الأحرف الاستهلالية المقصود بها
في اللغة الإنجليزية، وهي الحروف الكابيتال هي تسمى حروف استهلالية، تصحيح حرفين استهلاليين. طبعا نعرف انه في اللغة الإنجليزية يجب كتابة الحرف الأول من الكلمة كابيتال، ثم باقي حروف الكلمة تكتب سمول. فلما يتم الخطأ وكتابة الحرف الثاني كابيتال، يقوم البرنامج تلقائي بتصحيح هذا الحرف الكابيتال إلى حرف سمول. ده معناه الاختيار الأول. حرف استهلالي في بداية الجمل. معروف طبعا انه في بداية الجملة او في بداية الكتابات الحرف الاول بيكون كابيتال، فلو تم نسيان ذلك وكتابته او الخطأ في كتابته الى سمول، يقوم البرنامج ايضا بتصحيحه تلقائيا. حرف استهلالي في بداية خلايا الجدول. برضي خلايا الجدول نقوم بكتابة الكلمة، اول حرف في الكلمة في خلايا الجدول الى كابيتال، يقوم ايضا بتصحيحها الى كابيتال. حرف استهلالي في بداية اسماء الايام. اسماء الايام اللي هي السبت والاحد وكده يعني. هو في اللغة الانجليزية بتكون طبعا اسماء الايام اول حرف في اسم اليوم ساندي وموندي وهكذا يعني. الحرف الاول كابيتال. فاذا تم نسيان ذلك وكتابته ولا سمول، يقوم البرنامج بتغيير تصحيح تلقائيا الى احرف كابيتال. تصحيح الاستخدام غير المقصود لقفل العالي. ايه هو المقصود بقفل العالي؟ المقصود بقفل العالي هو المفتاح كابس لوك من لوحة المفاتيح. طبعا عارفين ان احنا كابس لوك هو المفتاح الذي يقوم بتغيير الكتابات في اللغة الإنجليزية من كابيتال إلى سمول. وطبعا المفتاح كابس لوك له لمبة بتظهر على لوحة المفاتيح دلالة على عمل هذا المفتاح أو عدم عمله. يعني بالضغط على مفتاح كابس لوك من لوحة المفاتيح نجد أنه هناك لمبة على يمين لوحة المفاتيح، على اليمين من فوق، تظهر باللون الأخضر دلالة على أن هذا المفتاح يعمل. والضغط على المفتاح مرة أخرى نجد هذه اللمبة تنطفئ، وهي للدلالة على لإظهار أن المفتاح يعمل أو لا يعمل. فإذا تم اختيار مثلا كابس لوك والكتابة به كتابات كابس لوك، يقوم البرنامج بتصحيح هذه الكتابات إلى سمول. استبدال النص أثناء الكتابة، أي استبدال النص الخطأ بالنص الصحيح أثناء الكتابة. وهنا نجد كتابة الكلمات التي يمكن أن نصححها، أي أن تضاف إلى المصحح التلقائي. فنكتب الكلمة الخطأ، فمثلا نكتب كلمة شطورة كثيرا، فيمكن أن نكتب كلمة شطرة وهي كلمة مثلا خاطئة، لتصحيحها إلى كلمة صحيحة إلى كلمة شطورة، ثم نضغط إضافة، ثم نضغط موافق. نجد أنه عند كتابة كلمة شطرة ثم الضغط على مفتاح المسافة، نجد البرنامج يصحح تلقائيا إلى شطورة. وهكذا يمكن إضافة العديد من الكلمات التي يمكن أن نستفيد بها داخل مستند الوورد لكي تصحح تلقائيا داخل البرنامج. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.